السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهدنا من قيمة يومين ثلاثة فاتوا قفل قناة كريم علاء، اليوتيوبر القديم على اليوتيوب. لي أكثر من النهاردة 4 سنين أو 5 سنين. نتذكر أول فيديو اتفرجته لكريم علاء تقريبا في 2017، ده رقم واحد. المهم زي كده قناتها وصلت لأكثر من مليون، فجأة راح لك انقفلت. السبب الرئيسي إن هو استقبل أو استضاف أبو زياد. أبو زياد ديتي واحد زيتي معه مشكلة مع واحد اسمه حمدي جوز وفاء، أو حمدي وفاء، اللي هي القناة المعروفة المشهورة اللي هي قناة حمدي وفاء. وفجأة لقينا أبو زياد مستضيفه كريم علاء. وعلى فكرة محدش جاب سيرة حمدي وفاء نهائيا في هذه القناة. فالمهم يوم اثنين لقينا قناة كريم علاء انقفلت. ايه الاسباب اللي خليها انقفلت قناة كريم علاء؟ الاسباب ان جا زيتي حمدي جوز وفاء، ما نقولش غير حمدي جوز وفاء، حمدي جوز وفاء زي كده. جا زيتي لك قدم بلاغ لبرنامج يوتيوب بقفل قناة كريم علاء. لماذا؟ لأنها تحصل على مشاهدات فيك، مشاهدات كتير ولكن فيك، مفيش حاجة من كده. وديتي على فكرة مش حقيقي. المهم فجأة احنا مكناش عارفين أي حاجة، وحتى كريم علاء ما كانش مش عارف أي حاجة زي كده. وحينئذ ينشر حمدي جوز وفاء على صفحته الخاصة ويكتب له هتوحشني، باي هتوحشني. المهم انا من وجهة نظري ان كريم علاء رجل كويس، ما جابش سيرتك في اي حاجة وحشة، واحنا كلنا على اليوتيوب موجودين ومستعدين ندعم واحد زي كريم علاء، رغم ان انا ما عنديش اي اصلا مثلا مشتركين، ما يعدوش ال1000 مشترك على قناة بحر العرب. ولكن انا عندي استعداد، يعني شايف ان هو رجل كويس محترم، ما عملش اي حاجة وحشة مع اي حد من اجل ان انت تقفل له قناته او مثلا تقدم فيها بلاغ. واللي بيأذي الناس ربنا هيأذيه، وثق في ربك، اللي بيأذي الناس ربنا يأذيه. وانت أذيت واحد يعني ممكن يكون هو مستحق لهذه القناة وحقه الشرعي، لأن هو كبر فيها على قدر الإمكان ووصلها 1000 مشترك إلا لمليون مشترك. ودتي إنجاز كبير جدا نشهد له عليه أنا واحد من الناس. فان انت تيجي في يوم وليلة تلاقي قناة عليها مثلا مليون مشترك بدون ما عملت اي حاجة مضرة، وفجأة تلاقي قناتك اتقفلت، دي حاجة من وجهة نظري صعبة 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 صعبة. والله يكون في عون واحد زي كريم علاء. وعلى فكرة احنا كل يوم يمكن نسمع قناة واثنين وثلاثة بيتقفلوا، ولكن هذه الرجل انا شايف شهادة يعني لله ان هو كويس جدا وما عملش اي حاجة وما ضرش اي حد. ولما بينتقد اي حد على التواصل الاجتماعي بينتقده باسلوب راقي واسلوب محترم، يعني ما يستحقش ان انت تعمل فيه كده يا جوز وفاء. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو الرئيس استقبل ابو زياد وحكى معاه وبكل اريحية، وما ذكركش بالمرة يا جوز وفاء. وتيجي انت تقدم فيها بلاغ ان هو مثلا مشاهدات فيك. طب ازاي هي مشاهدات فيك وهو عنده مليون مشترك او اكتر من مليون مشترك؟ ازاي؟ دي الحاجة المهمة اللي انا بتكلم عليها. ثانيا ما تكرهش الخير لغيرك، تقل لا يجوز وفاء. سلام.